يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. بص، انا هقول لك على 3 حاجات لازم تمشي عليهم الفتره دي في ثانويه عامه، خاصه ان دول اخر شهرين ان شاء الله باذن الله ثانويه عامه، وبعدها باذن الله ربنا يوفقك وتوصل للي انت عايزه. ففي الفيديو ده اكلمك كده سريعا، تمام؟ ولكن قبل ما نبدا بقى ما تنساش تصلي على رسول الله، وان شاء الله تحط لايك، تحط ما تحطش براحتك، المهم تستفيد عشان ان شاء الله بعد كده ما تجيش تندم تقول يا ريتني كنت عملت ويا ريتني ما كنتش عملت. اول حاجه معانا ودي حاجه مهمه جدا، اوعى تضيع وقت. انا زي ما قلت قبل كده ان فكره تضييع الوقت او المحافظه على الوقت واداره الوقت من علامات النجاح، يعني من علامات الشخص الناجح، الشخص ان شاء الله اللي هيبقى ليه مستقبل كويس في حاجه معينه. يعني انا النهارده ان شاء الله تمام، انا عملت إيه في يومي؟ كام ساعه ضاعوا مني؟ ذاكرت كام ساعه؟ حليت كام ساعه؟ قدرت ارتب وقتي بحيث ان انا اوفر وقت مثلا لقراءه القران، ان انا ازور حد، ان انا اقعد مع نفسي كده مريح من غير ما ابذل اي مجهود، ولا يومي كده سايح في بعضه عشوائي، بقوم من النوم مش عارف انا هعمل ايه، ولا قايم 1 2 3 مطلوبين مني. وقت دروسي بحاول ان انا احدده، ولا سايح كده ببعضيه، بروح احضر الدرس اطلع اتفسح انا وزمايلي، بعدين نطلع معرفش نشرب قهوه فين نعمل ايه، والدنيا بايظه مني. دي كلها علامات هتيجي تندم عليها بعدين، او هتيجي ان انت تشكر نفسك عليها بعدين. تيجي في الامتحانات والله انا ذاكرت كل ثانيه كل لحظه، طبعا انا ما اقصدش لفظي ولكن اقصد ان انت ما ضيعتش وقت، فهتيجي سعيد انا ما ضيعتش مني وقت، خلاص مش محتاج ان انا اعمل حاجه تاني، انا خلاص انا عملت اللي عليا. هتيجي ساعتها حتى لو ما جبتش المجموع اللي انت كنت عايز تجيبه، بس هتلاقي نفسك فرحان لان انت ما ضيعتش وقت، ما قصرتش ولو لثانيه، انت عملت كل اللي عليك وخلاص سيبها على الله. تمام. الحاجه التانيه ودي برضو مهمه، وهي فكره ان انا دلوقتي زعلان على درجات الدروس، زعلان على مستوايا اللي هو مش كويس دلوقتي. خليني اقول لك ان مستواك او درجات الدروس حاليا مش هي المقياس النهائي للي هيحصل في اللجنه. هتقول لي يعني هي كده مش مهمه؟ لا، ما تفهمش الكلمه غلط، ركز في الكلام. انا قلت مش هي المقياس النهائي. ليه؟ لان المفروض فاضل شهرين على الامتحانات، انا مطلوب مني ان انا دلوقتي دخلت الامتحان جبت 10 من 50، 5 من 60، جبت 0 من 50، ولكن انا بعد ما اطلع من الامتحان انا غلطان في 1 2 3، ورقه كده واكتب ال3 نقاط دول بحيث ان انا بعدين اقعد الم دنيتي، بعدين اقعد اقفل كل الثغرات اللي عندي دي. عندي مشكله كبيره في عدم الفهم، اشوف مستر تاني افهم منه، ما بعرفش احل المسائل الصعبه اشوف على اليوتيوب ناس بتحلها ازاي واحل معاهم، وهكذا. تمام. يبقى انت لازم دلوقتي ما تزعلش ابدا على درجات دروس، على درجات امتحانات، على اي حاجه دلوقتي. الفتره دلوقتي بتاعتك فتره تصحيح الاخطاء، فتره ان انا احط نفسي على الطريق الصح، فتره ان انا ببني لنفسي الطريق اللي انا هجري عليه في الامتحانات. انا ليه بقول لك كده؟ لان انا قلت ان فتره المراجعه النهائيه بتبقى هي البروفه اللي انت بتشتغل فيها علشان تطلع شكل كويس في الامتحان. وعلى عكس ذلك ممكن تلاقي واحد تاني مثلا يبقى مستوى كويس جدا في درجات دروس، بيجيب خمسينات وستينات ومقفل الدنيا، ويجي في اللجنه ما يجيبش درجات كويسه، لان الامر في الاول والاخر توفيق ربنا، ثم ان هو ما لعبش على اللجنه، هو كان بيلعب ان هو في الدرس هيقفل يضحك على زمايله ما اعرفش يعمل ايه، انما جه في اللجنه توتر، قلق، زعل، بنت بتعيط ما اعرفش ده بيصوت مش عارف ايه، راح في داهيه. انا عايزك بقى تنسى اللي فات وتفكر في اللي قبله. فيا ريت تكون فهمت النقطه دي، ان انت دلوقتي بلاش ازعل على درجاتي، انا دلوقتي بتعلم من اخطائي، بتعلم من اي حاجه انا بعملها غلط، علشان تاني يوم مش الامتحانات بقى، تاني يوم يبقى احسن من اليوم اللي قبله، الامتحان اللي بعدين يبقى احسن من الامتحان اللي قبله، وهكذا. الحاجه الثالثه والاخيره ودي مهمه جدا برضو، اوعى تقارن نفسك بغيرك. بجد بلاش تقارن نفسك بيا، بلاش تقارن نفسك بواحد زميلك، بلاش تقارن نفسك بحد اقل منك. يعني انا في الناس اللي ايه من نظريات المقارنه يقول لك ايه، ما تقارنش نفسك بحد اقل منك، قصدي يعني ما تقارنش نفسك بحد احسن منك، قارن نفسك بحد اقل منك وقول الحمد لله. طبعا دي حاجه كويسه، ولكن انا لما اقارن نفسي بحد اقل مني اوقات كتير جدا، ودلوقتي كمان لان الشيطان بقى بيضحك علينا على طول، بيصيبك شيء من الغرور ان انت كويس، ان انت معلكش تراكمات، ان زميلي ده عليه تراكمات انا احسن منه، زميلي ده مقصر انا احسن منه، زميلي ده مش عارف ماله انا احسن منه، وهكذا. لا، ما تبصش للي تحتك ولا اللي فوقك،
انت بص لنفسك، انا النهارده غلطت في غلط معين، بكره اتجنب الغلط ده. يبقى انا دلوقتي بشغل عقلي ووقتي بنفسي، ماليش دعوه غيري والله اتمنى له كل الخير وكل التوفيق، ويا رب يرزقني احسن مني. ده اللي انا اعرفه. تمام. بس شايف انا بقول ايه؟ ربنا يوفقه ويرزقه كل التوفيق. يعني انا بحب له الخير وبتمنى لنفسي الخير. فاهم اللفظ؟ مش ان انا بحقد عليه او بكرهه، لا، انا بتمنى له ان ربنا يوفقه. احتاج مني حاجه مثلا اساعده، انا كل الحاجه دي بعملها في ميزان حسناتي، وتاني حاجه بعملها علشان ربنا يجعلها سبب ان شاء الله اوفق في اللجنه ساعه الامتحانات. فدي تالت حاجه تخلي بالك منها، اوعى تقارن نفسك بحد ابدا. لو حد اعلى منك في المستوى قد يصيبك بالاحباط، وده بنسبه كبيره جدا. طول الوقت هتقعد تفكر فيه وممكن توصل بك الدرجه ان انت تحقد عليه. لا، ابعد عن الموضوع ده. قارنت نفسك بحد اقل منك في المستوى، في ناس هتقول الحمد لله طبعا ان انا بذاكر وان انا، ولكن الشيطان هيفضل يضحك عليك لحد ما يخليك تصاب بالغرور. فانت سواء كنت في العالي او في الواطي او في النص او في اي مكان انت فيه، الحمد لله النهارده احسن من امبارح، بكره احسن من النهارده. بس انا لو ماشي على القاعده دي ان شاء الله باذن الله تلاقي نفسك مستواك بيتطور، وما تشغلش بالك بحد. حد يحتاج منك مساعده بتساعده، غير كده انت في حالك، انت تمام وانت برنس. تمام. فياريت تكون فهمت الثلاث حاجات دول. اول حاجه زي ما قلت، درجات الدروس تزعلك ولا هي درجه انت بتعمل بروفه امتحان. تاني حاجه، ودي كانت اول حاجه، يعني اوعى تضيع وقتك مهم جدا 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 عشان ما تندمش عليه بعدين. تالت حاجه، ودي حاجه برضو مهمه، اوعى تقارن نفسك بغيرك. انا بقارن نفسي بامبارح، بقارن نفسي باول امبارح، بكره ان شاء الله يبقى احسن من النهارده، وهكذا. في نهايه الفيديو حابب افكرك بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. طبعا الايه دي بتمثل يوم القيامه، كل واحد هيقول يلا نفسي، محدش هيقول اخويا ابويا امي ايا كان، كله هيقول نفسي نفسي نفسي. وزي ما قلت، انا مش بشبه القران بالمواقف الحياتيه، ولكن بناخد منها العظه. يعني انا مش عايز اشبه لان في فرق كبير جدا، ولكن يوم النتيجه محدش هيديك اي عذر ايا كان العذر، محدش هيرحمك، محدش هيسمع عليك زي ما بيقولوا. صاحبك اللي كان حبيبك مش عارف ايه هيدور يفضحك، والله العظيم هيدور يفضحك. بعض الزملاء يعني ربنا يجازيهم خير، بعد ما عرفوا الدرجات بتاعت في البلد انتشروا زي الفيروس. قبل انا ما اعرفها كان هم الناس عارفينها، ازاي ما اعرفش. فانت محدش هينفعك، صاحبك، اخوك، ابوك، لامك، يوم اللجنه محدش هيرحمك. اسمع مني، خليك انت دلوقتي كده تشد مع نفسك، تمسك نفسك، ما تخليش حد يسخر منك، ما تخليش حد يشمت فيك، ما تخليش حد يضحك عليك، وان انت تفرح ابوك وامك واخواتك، وتخلي دي هدف في دماغك، ان انت تفرح ابوك وامك. تمام. وزي ما قلت لك، اهم حاجه تعمل اللي عليك، عشان انت لو عملت اللي عليك وجيت يوم النتيجه لا قدر الله ما لقيتش الدرجه اللي انت عايزها، هتبقى انت سعيد، اهلك سعداء، ربنا هيرزقك الرضا ان شاء الله باذن الله، هيرزقك كليه كمان كويسه. ما تنساش بقى اللايك الجميل، السبسكرايب، وكمان ما تنساش شير يمكن حد يستفيد، وما تنساش جروب التليجرام المعسكرات، عشان ان شاء الله باذن الله هنبدا من الاسبوع الجاي باذن الله نظام جديد خالص.